السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان. أهلا ومرحبا بحضراتكم في فيديو جديد ولقاء جديد مع حضراتكم في حفل جوائز دير جيست. النهاردة شفنا آه، الأستاذ عادل جمال وإمام عاشور في فرحة هستيرية واحتفال هستيري وبيكيدوا جمهور خصم النادي الأهلي النهاردة في احتفالية ما تسمعونا حسكم إيه اللي حصل عندكم. وعادل جمال لاعب العين السابق الله أعلم بيكيدوا فرقة في الإمارات وأكيد عارفينها الأهلي لسه كاسبها أو الفرقة اللي في مصر الله أعلم. أما عن تسليم جوزيه اللي هو المدرب التاريخي أو أفضل مدرب النهارده فوز كابتن مانويل جوزيه واكتساح أهلاوي لحفل جوائز دير جيست. الأهلي حقق إنجاز أفضل نادي في مصر، دي أول حاجة أو أول بطولة ياخدها الأهلي، لأن النادي الأهلي مفيش أحسن يعني مفيش نادي في مصر أحسن من النادي الأهلي، أكبر قارة علاجية في مصر. ثم أفضل رئيس نادي في مصر كابتن محمود الخطيب حقق جائزة أفضل رئيس نادي في مصر، وأكيد يعني مش هيبقى كابتن لبيب أو أي حد تاني، محمد مصلحي عادي يعني الناس كتير، لكن كابتن محمود الخطيب أفضلهم. أيضا إمام عاشور حقق جائزة أفضل لاعب في مصر وأفضل خط وسط مهاجم، مفيش غيره. مين اللي هيبقى أحسن من إمام عاشور؟ الأهلي في النادي الأهلي أو تشكيلة النادي الأهلي أفضل وأقوى سكواد موجود في مصر. هتشوف في كل الجوائز دير جيست إن لعيبة النادي الأهلي مفيش زيها، وحياة ربنا دي حقيقة. لعيبة النادي الأهلي أقوى اللعيبة الموجودة في الدوري المصري، هات لي لعيب أفضل من لعيب في مركزه في غير يعني لعيب في النادي الأهلي في حد تاني بيلعب أحسن منه في المركز بتاعه. الأهلي فيه سكواد عالمي، والله العظيم عالمي. ثم في الباك الشمال يجي كابتن علي معلول ربنا يشفيه ويرجعه بألف ألف مليون سلامة للنادي الأهلي، حقق جائزة أفضل ظهير أيسر في مصر. مصطفى شوبير حقق جائزة أفضل حارس مرمى في مصر، وهياخدها إن شاء الله في أفريقيا لأن عامل موسم تاريخي، وهو اللي يعني البطولة اللي جت أفريقيا اللي فاتت دي بسبب مصطفى شوبير. كابتن محمد الشناوي لعب فيها لكن البطولة اللي جابها شوبير، وكابتن محمد الشناوي اللي قال كده بلسانه مش احنا اللي بنقول كده بس. وسام ابو علي حقق جائزة افضل مهاجم في مصر، دي حاجة يعني مش يعني مفيش نقاش عليها ولا ميلي ولا حسام اشرف دلوقتي اللي لاعب الزمالك لاعب البلدية سابقا او اي حد موجود مصطفى زيكو، لا وسام ابو علي جه في نص موسم عدى اللعيبه دي كلها، اللعيبه كلها لعبت موسم او يعني الموسم كله او بعض الماتشات اكتر من وسام ابو علي، وسام ابو علي جه في نص موسم غطى اللعيبه دي كلها او عداهم في الاهداف. حسين الشحات حقق جائزة أفضل جناح في مصر ونبارك له على الصلح اللي خده أو اللي عمله مع كابتن محمد الشيبي. مروان عطية حقق جائزة أفضل خط وسط المدافع في مصر، ودي يعني لازم يكسبها عن جدارة. خالد بيبو حقق جائزة أفضل مدير كرة في مصر. مانويل جوزيه زي ما قلنا لحضراتكم حقق جائزة أسطورة التدريب. وبكده تكون نهاية الفيديو. في نهاية الفيديو ما تنساش على اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وفي نهاية الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.